السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى فيديو مشتريات، يا رب يعجبكم. جبت شوية حاجات كده كنت محتاجاها بصراحة في الشقة. طبعا كل دخلة شتا كده بنشوف محتاجين ايه وننزل نجيبه على قد بقى ميزانيتنا. مش لازم نشتري حاجة براند، ولا لازم نشتري الحاجة على بعضها طقم ولا الكلام ده. لا، انا جبت حاجات بسيطة خالص. اليوم ده كان عندنا معرض فتح في بني مزار في البلد يعني عندنا. فانا مش متعوده ان انا انزل معارض وكده، بس مش بحب الزحمه، مش علشان هو معرض وكده، لا. مش بحب الزحمه خالص، مش بحب الاماكن اللي فيها تجمعات ناس كتير. بتوتر، مش عارفه. المهم اليوم ده اتشجعت وقلت انا هنزل بقى، يمكن في اسعار حلوه، ويا ريتني ما نزلت ويا ريتني ما قلت يمكن في اسعار حلوه. انا بعدها على طول نزلت كام محل كده في وسط البلد عندنا، لقيت اسعار المحلات في أماكن راقية جدا أرخص من المعرض. يعني الواحدة اللي ما تلفش وتشوف الأسعار الأول قبل ما تقول ده معرض بقى وعاملين عروض والكلام ده، هتلبس في حيط، هتلبس في حيط حرفيا. المهم جبت طقم، يعني جبت كام طبق كده من الأمين كنت محتاجاهم، خامته حلوة جدا وتقيل ما شاء الله يعني. كان بالكيلو، الكيلو كان ب130، بس حلو خالص يعني. جبت حوالي 2 كيلو، عملوا تقريبا 12 طبق، يعني مش عارفة دول تقريبا كده 12 طبق. كنت محتاجة برضو. خليني اقول لكم، انا اصلا كنت نازلة علشان عايزة اجيب طقم دفايات لأوضة الاطفال، اللي هو بيبقوا طقمين مع بعض كده في الطقم. ف انا كنت نازله عشان الحاجه دي بس، يعني انا كنت محتاجه الحاجه دي بس. المهم ان انا اشتريت كام حاجه من المعرض، حاجات كتير، وما اشتريتش الدفايات، ما لقيتش دفايات. جبت فوطه اطفال لبنتي، هي اختارت دي يعني. عليها دبدوب كده كيتي شكله جميل قوي. وجبت فوطه لابني، اختارها هو برضو بنفسه، طبعا ما هم عندهم شخصيه برضو بيختاروا. كل واحد اختار لنفسه ايه الشكل اللي هو بيحبه. المهم مرضتش ازعلهم وجبتهولهم، مع ان انا نازله علشان دفايات لسراير الاطفال، مش نازله لاي سبب تاني. فاشتريت حاجات كتير جدا، وفي الاخر اشتريت الدفايات في الاخر خالص من مكان تاني خالص، في منطقه تانية خالص يعني. بس بنتي اختارت واحده، ابني يسكت لا، اختار هو كمان فوطه لنفسه عليها سبونج بوب. المهم اخترنا الفوط عايزه اقول لكم فوطه الاطفال بس الواحده، بس محدش يضحك عليا يا جماعه، الفوطه الواحده بس ب100 جنيه. يلا فداهم، ما احنا يعني بنشتغل ليه يعني عشانهم. المهم ان انا برضو عجبتني الفوط الكبيره، فجبت فوطين كبار ناعمين جدا جدا جدا، مش قادره اقول لكم يعني. المهم جبت الفوطه الواحده ب150 جنيه، اه والله زي ما بقول لكم كده 150 جنيه. لما طلعت بره في البلد وسألت في المحلات، لقيت ان الطقم 4 قطع ب300 جنيه. طقم الفوط الكبيرة 4 قطع، 4 فوط يعني ب300 جنيه. فمحدش يشمت فيا والله يا جماعة، محدش يشمت فيا. المهم الراجل ايه، كنت شارية الحاجات يعني بمبلغ، فقال لي ايه ما تاخدي الفوطين دول عليهم كده فوق البيعة. ففرحت بيهم والله، فوط مطبخ، يلا الحمد لله. أه بوريكم شكل فوط المطبخ الجميلة اللي انا خدتها فوق البيعة اللي انا ايه دفعت فيها دم قلبي يعني. مش عارفة ايه اللي طلع لكم في الصورة ده، بس ان شاء الله هظبط الكاميرا، الاستند الاولاد كسروه، فبعت اجيب استند تاني من نون، فان شاء الله لما يوصل جودة التصوير هتتحسن شوية. المهم لقيت بقى ملايات برضو في المعرض ده حلوة خالص. بصراحة لا، الملايات خامتها تحفة تحفة تحفة، تقيلة كبيرة خالص، يعني اللي عليها سبونج بوب دي لأوضة الأطفال. هي اللي انتوا شايفينه، الكيسة دي اللي انتوا شايفينها كانت ب200 جنيه، وكانت بميتين لا ب220، وفيها طقمين للسريرين يعني. بس المهم ان انا ايه، بعد ما لفيت في المعرض ما لقيتش دفايات خالص اطقم على بعض، فقلت خلاص هشوف بره. المهم رحت محل انا بتعامل معاه، ما لقيتش عنده الاطقم على بعض يعني. فقلت خلاص انا مش لسه هستنى وكده، خلاص انا هجيب اللي هي الدفاية الفرداني كده،
قال لي الواحدة ب250. بصراحة انا عارفة خامة حاجته وجربتها في اكتر من حاجة، فقلت لا مش خسارة فيها الفلوس، عادي انا كده كده عارفة الخامة يعني. ناعمة جدا جدا وطرية وتحفة وكبيرة جدا، يعني اصلا الثلاث دفايات يفرشوا سراير كبيرة مش صغيرة. المهم لقيت عنده بقى ايه، آه دي اكياس مخدات علشان الاولاد بيقعدوا يقولوا المخدة ساقعة وكده. دي كانت الواحدة ب30 جنيه او 40 جنيه، مش متذكرة قوي يعني. بس هو في الاخر يعني ايه، ظبط لي السعر عشان انا زبونته. المهم ما تقولوش بقى حد عامل تخفيض، ما تقولوش معرض، خلاص الاسعار في ذمة الله والحمد لله، يعني ربنا يعيننا عليها. موضوع التخفيض والحاجات دي يا جماعة هما بيبقوا مظبطين السعر، اكيد مش هيخسروا يعني، اكيد طبعا مش هيخسروا. وده جبت قماش ليا علشان طبعا اسعار الادناء الطقم على بعضه معدي بصراحة. فقلت لا انا هجيب قماش وافصل، طلعت ناصحة يعني، هفصل فين مش عارفة، هفصل امتى وادي القماش امتى والله ما عارفة. فان شاء الله يتفصل وان شاء الله ابقى افرجكوا عليه. انا جبت القماش بس ب270. بس ان شاء الله الاقي خياطة بنت حلال كده تعمل لي الحاجة اللي انا عايزاها بالشكل اللي انا عايزاه. ودي كانت مشترياتي. قولوا لي بقى رأيكم فيها، ولو وصلتوا لحد هنا معايا في الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة. عايزين نرجع القناة زي ما كانت في الاول كده بعد اهمال كبير. بعد اهمال كبير فيها والله يا جماعة، اهملت فيها، القناة بتموت. اعملوا لايكات وان شاء الله هتشوفوا يعني روتينات جامدة ووصفات اكل جامدة. اشوفكم على خير، مع السلامة.